السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيف وجماله وحلاوته وفسح وجاي خلاص وخدنا الأجازة. احنا لسه مخلصين بصراحة المدارس بقى بامتحاناتها بمشاكلها، عايزين نروق شوية. وفي نفس الوقت الدنيا برا غلا نار، تعالي نشوف نخرج ازاي وفي نفس الوقت ما نتكلفش كتير، ونعمل كمان اكل حلو بيتي كده قمر زي ما انت شايفة كده، وناخده معانا بحيث ان احنا نوفر مثلا اكل برا، ونعمل زي بيكنيك كده. يعني مثلا نخرج في مكان مفتوح، مفيش بقى لا مطاعم ولا كافيهات ولا بتاع، نفرش كده في الارض ونقعد من غير ما نكلف كتير. معانا اكلنا وشربنا، خصوصا لو معاكي اطفال صغيرين. تعالي شوفي الفرخة الحلوة ديت اللي انا عملتها وخدتها معايا. عملتها ازاي؟ تتبيلة المشاوي المفضلة بتاعتي اللي هي بصلة وفلفل حامي وفلفل رومي وقطاية وفصين توم، وطبعا ليمونة بقشرها. انا حطيت معاهم حوالي معلقتين خل، ورحت ضربهم فرم ناعم في الكبة، فرم ناعم. وبعدين حطيتهم في مصفى حلوة زي كده زي ما انت شايفة، بحيث ان انا اصفيهم خالص من المية، بس لان المية بس اللي انا هستخدمها. وبصراحة الطفل مش هرميه، انا حطيته في كيس في الفريزر عشان استخدمه. حطيت بقى ملح وفلفل وبهارات سبعة وكزبرة ناشفة وزعتر. اهم حاجة الزعتر هنا في المشاوي، هيدي ريحة حلوة قوي. وشوية كزبرة ناشفة كده بسيط، وحبة كاري صغيرين قوي، قيمة نص معلقة. قلبيه بقى كويس قوي، والخلطة ريحتها تحفة اصلا من قبل ما احطها على الفراخ. الفراخ غسلينها كويس، وهنبتدي بقى نحطها في طبق واسع كده عشان نتبلها. احط بقى كده، اعمل فتحات بالسكينة كده في الورك بتاعي، عشان الخلطة تخش في كل حتة كده في الفرخة. وتعالي كمان نفتح الصدر كده، انا مقطعها اصلا 8، وحطيت عليها الخلطة الحلوة اللي ريحتها تحفة ديت، وبعدين قلبتها كويس قوي فيها ودخلتها في كل حتة كويس. وهسيبها في التلاجة بقى من قبلها بيوم. صحيت الصبح على طول طاسة تيفال، معلقتين زيت، ويلا نشوي في الطاسة علشان اسهل كمان ومش هتاخد مني وقت. كنت مستعجلة ولازم ننزل بعد ساعة بكتير، ولسه هجهز الولاد الصغيرين. انا بقى ابتديت ادي صدمه للفراخ زي ما انت شايفه كده، تاخد لون كلها من كل الجهات، وبعدين بوطي عليها النار خالص واغطيها تستوي براحتها. انا متاحه عندي علب زي كده، ان انا احط فيها مثلا الفرخه بتاعتي. بصراحه عملت شويه رز علشان الاولاد يعرفوا ياكلوا. رز مبهر حلو قوي، عملته في فيديو قبل كده بيشوفيه. ادي الفراخ حطيتها بقى في العلبه المناسبه، في ورق ألمونيا كده عشان لما نروح نلاقيها لسه سخنه. بصراحه لفتها لفه حلوه كده، ورحت قافله عليها الغطا. والرز غرفته في العلبة الطويلة التانية ديت، وكمان ترمس شاي بقى، يلا بقى دلع بقى من كله. ترمس الشاي بتاعي حطيت فيه مية مغلية بس، والشاي والسكر لوحدهم. طبعا ممكن تستعملي فتلات الشاي بتبقى اسهل. كوباية بلاستيك بحيث الاولاد يشربوا ويرموا على طول. وكمان اطباق فوم ديت كانت متاحة عندي، كنت محوشاها. ورحنا بقى اجمل مكان. انا بصراحة رحت مدينتي، دوبك اتكلفت تمن المواصلات فقط.